السلام عليكم. النهارده هعمل معاكم البيتزا. انا عملتها مره قبل كده بس ما كنتش ما كانتش كويسه ومش موفقه، لاني كنت حطاها عجينه وحطيت فوقها الحشوه وبعدين حطيت فوقها الخلطه في الاير فراير. فانا قلت انا اغير المره دي الطريقه واحط العجينه الاول تاخد نص سوا في الاير فراير. انا مسخنه الاير فراير اهو، بقالها شويه شغاله، فهحط العجينه عجينه كده زي ما انتم شايفين. اديلها بس يعني ايه 5 دقايق كده الاول، علشان ايه المره اللي فاتت كانت من تحت ما كانتش مستويه قوي فما عجبتنيش. في المره دي قلت هسويها 5 دقايق الاول وبعد كده احط فوقها الحشو. هنجرب مع بعض اهو. دي ميني بيتزا، عاملاها ميني بيتزا، واحط عليها الخلطه بعد ما تخش ايه في الاير فراير. هخرمها بس كده بالشوكه تخريمه خفيفه قبل ما احطها في القلايه. دهنة ارضيتها زيت واحطها قدامكم وهنشوف هتطلع احسن من المره اللي فاتت ولا المره دي احسن. انا كنت عامله قبلها فراخ لسه اثار الزيت موجوده اهو، وانا حطيتها اهو وهسيبها على درجه 200. اهو. هخليها 5 دقايق بس وهنرجع تاني نكمل كده. بعد 5 دقايق انا حسيتها يعني ايه نشفت شويه من تحت، فانا هحط بقى الخلطه اللي انا مجهزاها. انا هحط في البيتزا جمبري انا معصجاه وحاطه فيه كل التوابل بتاعته والموتزاريلا والفلفل الاخضر. بس هدهنها الاول، هدهنها صلصه. دهنتها كده صلصه. هحط بقى من الجمبري الصغير اللي انا معصجاه ده. كده خلصت الجمبري كده. كمية عشان نحط حبة هنا الحتة دي شوية. ماشي. نحط بقى فلفل اخضر، الموتزاريلا بقى. حط الكمية اللي تحبيها بقى في الموتزاريلا دي. هنا من التسوية مش هتاخد كتير لان ال5 دقايق اللي انا سبتهم فيها استوت من تحت، فيادوبك تسيحي كل الجبنة تاخد وش بس صغير. ماشي، تاخد وش وخلاص. 5 دقايق برضو اهو كده. انا هحطها بقى على برضو 200 زي ما احنا متفقين. خلينا على 200. هي مظبوطة على 7، انا هخليها 5 لانها مستوية كويس من تحت، وكل شوية اشيك عليها برضو. كده المدة خلصت تقريبا وده المنظر. هفصلها كده عشان اعرف اطلعها. هي كده جميلة، شكلها جميل، بس هقول لكم اذا كانت استوت كويس ولا ما استوتش. انا هفتح بس الصفايه دي اخدها عشان اعرف دي مينا بيتزا ميني. شكلها حلو يا محمد. ونشوف بس اهم حاجه استوت من تحت ولا لا. نبص من تحت بالمره. انتي عاملاها فين؟ في الاير فراير كده. بصي يا ميدو من تحت حلو. دوق. ماشي. ناخد بتاعتي عشان محدش صابر من الريحه. الحته جميله والله. شايفين استوت من جوه طعمها جميل. تجربه حلوه احسن من التجربه اللي فاتت ومستويه احسن. يلا باي باي. ما تنسوناش في اللايك. سلام عليكم.